أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. واجهت أحزاب تعز انتقادات حول التعتيم على بنود التسوية المقترحة لإنهاء الحرب في اليمن. يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة السياسية اليمنية تطورات متسارعة في ظل التعتيم على بنود التسوية المقترحة لإنهاء الحرب المستعرة منذ سنوات. هذا التعتيم يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب المحتملة له وكيف يؤثر على مصير اليمنيين ويضعهم في طريق لا يدركون نهايته. إذا كانت خارطة الطريق لن تقدم أي حلول حقيقية تمس جذر المشكلة الحقيقية والمتمثلة بإنهاء الانقلاب وضمان حل شامل ومستدام بين اليمنيين، فإن اليمنيين يتساءلون عن جدوى هذه التسوية وتأثيرها على مستقبلهم. لماذا يتستر أطراف الصراع على خارطة الطريق؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه التسوية على مستقبل اليمنيين؟ هل ستساهم في تحقيق السلام والاستقرار أم أنها قد تؤدي إلى تعقيدات جديدة؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. الحوثيون يحصلون على مطار دون قيود بعد تفاهمات مع الرياض أفضت إلى إلغاء اشتراط إذن التحالف قبل تسيير الرحلات من صنعاء إلى دول مختلفة. هكذا يفرض الحوثيون شروط السلام وفق مصالحهم ويهددون بتقويض جهود التسوية السياسية أو شن الحرب على الرياض إذا لم تلبي مطالبهم. وليست ببعيد الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي حين هدد زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي باستهداف الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية والبنوك السعودية، مما دفع الأخيرة للرضوخ لهذه التهديدات وإعلان تراجع البنك عن قراراته الأخيرة. تجري السعودية وميليشيا الحوثي محادثات سرية بعيدا عن الشرعية تهدف رسم خارطة طريق للتسوية ووقف الحرب وتحديد ملامح الدولة اليمنية القادمة. تتضمن التسوية منح الحوثيين حصة كبيرة تصل إلى 80% من عائدات النفط والغاز والضرائب، عوضا عن سداد رواتب جميع موظفي الدولة بمن في ذلك الجنود وضباط الجيش، إضافة إلى فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا وإنشاء مناطق عزل على الحدود السعودية. يشترط الحوثيون تكفل السعودية بملف الإعمار. بمقابل كل ذلك يرفض الحوثيون التنازل عن أي موارد أو رفع حصارهم عن تعز وبقية المدن. هذا ما بدر من ملامح تسوية غامضة تطبخ بعيدا عن أعين اليمنيين وعن إرادتهم، إذ تقدم السعودية تنازلات على حساب اليمنيين ودولتهم دون شروط أو ضمانات. مؤخرا في بيان أصدرته فروع الأحزاب السياسية بتعز استنكرت فيها التكتم الشديد على خارطة الطريق المتداولة حاليا، واعتبرت هذا التكتم مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي. واقع كارثي تحولت معه حرب 10 سنوات من استعادة الدولة المختطفة بيد ميليشيا الحوثي إلى مشروع تقسيم اليمن، البلد الذي بات محكوما بتشكيلات وكيانات مسلحة تتلقى دعمها ومرتباتها من السعودية والإمارات. تسعى السعودية للقضاء على أبرز مخاوفها، وهي أن يكون اليمن بلدا ديمقراطيا موحدا له نظام مدني كما كان يحلم اليمنيون، فعملت على حصر وإدارة الفوضى في الخارطة اليمنية بعد أن تمكنت من إضعاف سلطة البلاد الشرعية على حساب الميليشيا. الحوثي اليوم له قوة غالبة تسيطر على معظم السكان، وله مساحته الجغرافية ولديها الموانئ والمطارات وسلاح يمكنه من إخضاع بقية البلاد، وما عجز عن الحصول عليه في الحرب حصل عليه في تفاهمات السلام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معي خلال هذه الحلقة في المساء اليمني. أرحب بالأستاذ باسم الحاج، سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي في تعز، والذي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور. أهلا بك. كما أرحب بالدكتور يحيى الأحمدي، الباحث السياسي والأكاديمي أيضا عبر الأقمار من محافظة مأرب. مساء الخير دكتور يحيى. أسعد الله مساكم بكل خير. أهلا بكم ضيفي العزيزين. أبدأ من عندك أستاذ باسم. أحزاب تعز أصدرت بيانا قبل يومين تنتقد فيه التكتم على مسار التسوية السياسية. حدثنا عن يعني هذا البيان بصورة موسعة.
أستاذ باسم تسمعني؟ نعم. سمعت السؤال أم أعيده؟ السؤال مرة أخرى. نعم، أصدرتم أحزاب تعز أصدروا بيانا انتقدوا فيه التكتم على مسار التسوية. نود منك أن تضعنا في صورة البيان بصورة أكبر. بداية طيب الله مسائك أستاذة آسيا، لك وفريق القناة وجميع المشاهدين. كما أحب أن أؤكد بداية موقفنا المنحاز والمبدئي من السلام في اليمن وحاجة اليمنيين الماسة للسلام، كما أيضا نؤكد ترحيبنا لأي جهود تدعم عملية السلام في اليمن. أما بخصوص خارطة الطريق أو ما يسمى بخارطة الطريق والتكتم الشديد حول مضامين هذه الخارطة، هذا يفتح المجال أمام الكثير من التكهنات والمخاوف من مآلات تسوية لا تفضي عمليا إلى تحقيق سلام جاد في اليمن. ولا نجد تفسير واضح لهذا التكتم الشديد سوى أن هناك التفاف على عدد من القواعد الناظمة لعملية السلام، وكذا التفاف على عدد من المرجعيات التي يجب أن تحكم عملية المفاوضات بين الأطراف اليمنية. نعم. ومخرجات الحوار ربما تكون واحدة من هذه الأطر المرجعية التي توافق عليها اليمنيين. كما أننا نشعر أن هناك أيضا قفزا على النتائج التي أودت إلى الانقلاب والحرب ونتائجها، وبالتالي أي مفاوضات لا يفضي أو لا يترتب عليها إزالة أسباب الانقلاب والحرب ونتائجها والنتائج التي فرضتها 10 سنوات من هذه الحرب العبثية، سيجعل البلد مفتوحة لمجاهيل ولحروب أهلية دائمة ودورات عنف. كما أن هذا التكتم أيضا على المكونات السياسية والمدنية، لأنه يتجاوز ربما يعني استحقاقات مهمة تتعلق بعملية السلام. هذه الاستحقاقات ذات صلة بالملف الإنساني وليعد مدخل لعملية السلام، ومنها إطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا على قاعدة الكل مقابل الكل. نعم أستاذ باسم. الطرقات وإنهاء مختلف مظاهر الحصار. نعم. سأعود إليك أستاذ باسم لمناقشة شكل السلام من القواعد. نعم، سأعود إليك أستاذ باسم لمناقشة شكل السلام الذي تطمحون إليه أو الذي ترونه أنتم مجمل الأحزاب، ولكن اسمح لي فقط أن أذهب للدكتور يحيى. دكتور يحيى، خارطة الطريق اليوم للوصول لحل سياسي يمني شامل تبدو مبهمة ويتم التكتم عليها، لماذا برأيك؟ نعم، في البدء أحييك وأحيي المشاهدين وضيفك العزيز. وبخصوص هذه أو ما يسمى بخارطة الطريق، اليمنيون جميعا ينشدون السلام، وهذه الحرب التي فرضت على اليمنيين هي من أجل إحقاق السلام في هذا البلد. وحدث بهذا الحجم يطوي 9 إلى 10 سنوات من الحروب كان ينبغي أن يكون واضحا لليمنيين وأن يكون واضحا للأحزاب. إذا كانت الأحزاب السياسية وهي التي يجب أن تلعب دورا بارزا في هذه المرحلة لا تعرف فحوى هذه الطريق ولا تدرك هذا المسار،
فإن هذا يضع علامة استفهام كبيرة، أولا أمام الأحزاب وأمام من يتصدر المشهد في هذه المرحلة. نعم. أنا باعتقادي أن الغموض الموجود وهذا التعتيم هو نتيجة لشيئين: إما أن هذه المخرجات لا تلبي تطلعات اليمنيين ولا طموحاتهم، وبالتالي يتم التستر عليها حتى لا تحدث رد فعل في الشارع اليمني، أو أن هناك مصلحة لا تخص اليمنيين في هذه الطريق. وبالتالي المسؤولية اليوم يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية، يجب أن يكون هناك طمأنة لهذا الشعب أن تضحيته لم تذهب سدى، وأن مشروعه يسير بسلام، وأن الواقع يجب أن يكون بأكثر شفافية مما مضى، لأن هناك أحداث سابقة ومواقف سابقة مرت دون أن يعرف اليمنيون ما حيثياتها ولا ما ترتب عليها. وبالتالي كان ينبغي أن يكون في هذه المرحلة نوع من الشفافية ونوع من الوضوح الذي يتطلع إليه كل اليمنيين للخروج من هذه المأساة وهذا النفق الذي أوصلهم الانقلاب والتمرد إلى هذا الحد. نعم. إذا بالعودة إليك أستاذ باسم، رددت منذ بداية حديثك حول مسألة أنكم جميعا يعني تذهبون إلى السلام، وأن اليمنيين فعلا بحاجة للسلام، ولكن دعني أسألك: ما هو شكل السلام الذي ترونه أنتم كأحزاب، خاصة وأن هناك أكثر من شكل يتم طرحه؟ نحن فيما يتعلق برؤيتنا للسلام، أولا نؤكد على الإطار المرجعي لعملية السلام، ومنها مخرجات الحوار الوطني الشامل. اثنين، أن تفضي أي مفاوضات على تعزيز المركز القانوني للدولة. ثلاثة، إزالة كل الإجراءات والقوانين والتشريعات والممارسات التي نتجت عن الحرب، وخصوصا الممارسات والتشريعات العنصرية، وكذا أيضا ما استحدث من مواد تعليمية وتعبوية تؤسس يعني مزيد من دورات العنف القادمة، خصوصا وأنها تضرب بالصميم الهوية الوطنية الجامعة، وتضرب أي ممكنات لبناء متحد سياسي واجتماعي يمني بدون أن تؤخذ بهذه الأمور بعين الاعتبار إلى جانب إدماج عملية العدالة الانتقالية في عملية السلام والعودة إلى العملية السياسية إلى قبل الانقلاب. لن تنجح أي جهود تتعلق بعملية السلام إذا ما تم القفز على هذه المحددات. نعم. إذن أنتم يعني كررتم أو رددتم مسألة ناهيك لو سمحتي فقط إلى أهمية أن يؤخذ بكل ما يتعلق بالملف الإنساني، كما أشرت: إطلاق المعتقلين والمخفيين وأي ممارسات. نحن نتابع يعني كثير من الممارسات ضد ناشطين وفاعلين، وأيضا ممارسات قاسية وعنصرية تجاه النساء، إلى جانب أيضا ما يتعلق بالطرقات وتأمين الرواتب من الموارد وبصورة دائمة، وليس كما يعني يتم العمل عليه حاليا من أنه ستكون هناك رواتب لمدة 6 أشهر أو عام، بينما هناك موارد كبيرة يستطيع اليمنيين من خلالها تغطية رواتبهم ورفعها، إلى جانب تحييد المؤسسات السيادية كالنقل والبنك والعملة، وأن تستخدم الموانئ والمطارات لأغراض إنسانية. لكن الملاحظ أنه يتم التعامل مع الملف الإنساني
بانتقاء. ففتحت وجهات كبيرة في مطار صنعاء، وأنا طبعا لست مع حصار يترتب عليه معاناة لليمنيين، لكن في المقابل لن يسمح لمطار المخا أن يستقبل رحلات، لن تفتح بقية طرق تعز وغيرها من المحافظات. الأمر الذي يجعل أن التسوية تمضي بطريقة وبمضامين وبشكل يعزز انقسام سياسي ويحول موارد البلد لمجهود حربي، والأمر اللي يضع البلد أمام خيارات مفتوحة، ويظل الوضع في حالة ملتهبة دائما، ويقطع الطريق أمام الحديث عن استعادة بناء دولة وطنية يمنية ديمقراطية. نعم أستاذ باسم، يعني أنتم شددتم على مسألة التمسك بالمرجعيات الثلاث، يعني في كل أيضا في كل الحوارات والمفاوضات، كما شددتم على أهمية التركيز على مفاوضات على إنهاء أسباب الانقلاب والحرب في اليمن. لكن حقيقة ما يحدث على الواقع يرى اليمنيون بأن هناك مسألة تقاسم لليمن وتمكين للحوثي في بناء دولته بصورة أكبر، التسهيلات التي تمنح له، إلغاء القرارات الاقتصادية، الكثير من المطالب التي يطالب بها وتنفذ حتى بآخر صورة أراد أن يشارك الدولة محاصصة في النفط الذي يتم تصديره. فكيف يمكن أن يقبل بالعودة إلى مسألة المرجعيات الثلاث؟ نعم أستاذ باسم تسمعني؟ معذرة لم أسمع السؤال. يعني كان سؤال طويلا، ولكن أستاذ باسم تسمعني الآن؟ حتى أختصر السؤال. القسم الأخير من السؤال، القسم الأخير. نعم، يعني كيف ما هي الضمانات التي تجعلكم تؤكدون على التمسك بالمرجعيات الثلاث رغم أن كل الصور واضحة على أرض الواقع بأن هناك تمكين أكثر للحوثي وتقسيم البلد بصورة أو بأخرى؟ أنا أشرت إلى عدد من الموجهات وإلى جانب المرجعيات ومجموعة مبادئ وقواعد يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للذهاب لعملية سلام كضمانات حقيقية أن يعود اليمنيين إلى العملية السياسية قبل الانقلاب والحرب. هل سيقبل الحوثي بذلك؟ ما يحدث حاليا طبعا ما نقوله نحن هو تكهن. ما يحدث حاليا بالمفاوضات وما نقوله نحن هي تكهنات وتحليلات، ومن خلال بعض النتائج اللي أفضت على هذه المفاوضات اللي لا نعرف تفاصيلها. هذا هو ما يجعلنا نقول نحن كيمنيين وكمكونات سياسية غير معنيين بخارطة الطريق لا يشارك فيها مجموع اليمنيين ممثلا بتعبيراتهم السياسية والمدنية المختلفة. نعم، إذن برأيك وبالتالي تظل مثل هذه التسويات هي تؤسس لجولات حرب جديدة. نعم. وتربية أيضا عضلات لطرف على حساب الأطراف الأخرى التي يتم إضعافها كل يوم. نعم، إذن برأيك أنت دكتور يحيى، يعني في الأسبوع الماضي تحدث الرئيس العليمي خلال اجتماعه مع ممثلي الأحزاب في حضرموت، قال بأن بالرغم من أن معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الإعلام، إلا أن الميليشيا ما تزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها. وقال إن خارطة الطريق تبدأ بوقف إطلاق النار، إجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب إلى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة.
هل ما يحدث على أرض الواقع ينطبق على ما يقوله الرئيس العليمي؟ هل هناك فعلا وقف إطلاق من الطرفين، إطلاق للنار؟ هل هناك إجراءات اقتصادية لصالح الطرفين وإنسانية لبناء الثقة بين الطرفين؟ بالواقع يعني أستطيع أولا أن أقول ما شكل السلام الذي يريده الحوثيون، ما هي رؤيتهم. نحن نعرف أن هذه الجماعة تنطلق من أيديولوجيا يعني وقناعة تامة أن المرجعية المطلقة لزعيم الجماعة. هل يريدون مثلا أن يعود اليمنيون مثلا للحكم أو يعودون للمشاركة في إدارة هذا البلد تحت وصاية أو تحت رقابة السلطة المطلقة لزعيم الجماعة، أم أنها أو ما هو في مفهومهم الولاية، التمييز بين اليمنيين والعنصرية التي تميز بين يمني ويمني آخر؟ هذه المفاهيم. هل الحوثيون مقتنعون أن هذا البلد يجب أن يدار من أبنائه بشكل طبيعي؟ اليمنيون يبحثون عن الاستقرار، يبحثون عن السلام، عن الأمن، عن التعايش، لكن هذه الجماعة يجب أن توضح للرأي العام، يجب أن يفهم اليمنيون أبعاد هذه الاتفاقات، ما يسمى بهذه المبادئ بنود خارطة الطريق، بدءا بالجانب الإنساني، إطلاق المعتقلين أو المختطفين. أين المختطفي الشرعي اليوم الذين يعني أفشلت هذه الخطوة ولم تصل إلى نتيجة؟ الموضوع الآخر وهو الجانب الاقتصادي. القرارات التي صدرت مؤخرا عن البنك لم ترى النور وأجز عليها في بداية يعني انطلاقها. هناك ما يخدم الحوثي هو الموجود، يخدمه في الهدنة الموجودة، ما يخدمه في كما ذكر ضيفك العزيز بأننا لا نرغب بمحاصرة أي يمني، نريد لليمنيين جميعا، لكن هذه التجزئة وهذا الكيل بما يخدم شروط الجماعة الحوثي، فإن هذا يتناقض مع ما نقرأ ومع ما يسرب من حول هذه البنود. وبالتالي أنا أقول يجب أولا أن نفهم ماذا نريد. هل نريد معالجة ما آلت إليه الحرب في مسألة الرواتب، مسألة الخدمات، مسألة فتح الطرقات، كل هذه المآسي التي جلبتها الحرب، أم نريد أن نتحدث عن أسباب الحرب؟ لماذا قامت الحرب في اليمن؟ هذا هو السلام إذا أردنا أن نتحدث عنه. أما أن تكون معالجات مؤقتة فأنا أقول بأنها مرشحة لأن تنفجر في أي لحظة إذا ما تمت، وأن المسألة عبارة عن معالجة مؤقتة ما لم تدرس الجذور وما لم تعد إلى جذور المشكلة في هذا الحدث وفي هذه المرحلة، فإننا لا فقط نعمل على ترحيل مآسي اليمنيين وتأجيل الوصول إلى حلول دائمة وإلى بلد مستقر وإلى دولة حقيقية ذات سيادة وذات يعني مكانة تعود إلى ما كانت عليه وإلى ما كان عليه اليمنيون قبل التمرد وقبل هذا الجنون. نعم، إذن بالعودة إليك أستاذ باسم، بحسب المراقبين هناك تعتيم، تسمعني الآن بشكل جيد؟ أسمعك. نعم. إذن بحسب المراقبين هناك تعتيم على كل ما يجري في البلاد منذ اللحظات الأولى، يعني منذ تدخل التحالف وجئنا جميعا بتدخله حتى لحظة تشكيل المجلس الرئاسي والكثير من القرارات. فما الذي جد اليوم لتقوم الأحزاب بهذا الاستنكار حول التسوية المطروحة؟ طبعا في ابريل 22 وعندما افرز يعني اتفاق الرياض الثاني هذا المجلس الرئاسي باي صيغه كان مجيء هذا المجلس، تعاطت معه القوى السياسيه كامر واقع على امل ان يعاد من خلال هذا المجلس وما افرز في هذا الاتفاق من تشكيل هيئات لجنة اقتصادية وهيئة تشاور ومصالحة على أن تقوم هذه الهيئة بتجسير العلاقة بين المكونات الشرعية من جهة والقوى السياسية بما يضمن تحسين شروط سلام قادم. لكن ذهاب المجلس اليوم
للدفاع عن خارطة طريق ربما لن يشارك هو بصياغتها وقدمت له جاهزة، وبعيدا عن التفاهم أو إيجاد إطار تفاوضي تفاهمي في إطار المكونات السياسية والمدنية، هي الحقيقة هذا يدخل المجلس في أزمة ثقة مع المكونات السياسية، وخصوصا أن شرعية المجلس الرئاسي قائمة على التوافق السياسي، واليوم يتم الذهاب لعملية مصيرية تتعلق بمستقبل اليمنيين وسلامهم دون أن يشترك المجلس الرئاسي في وضع إطار تفاوضي مع الحوثيين. هذا يدخل في أزمة ثقة وأزمة مشروعية، ناهيك إلى أيضا أزمة ثقة شعبية، خصوصا وأن هناك الكثير من تطلعات المجتمع غير موجودة ولا توجد مؤشرات لتضمينها في ما يسمى بخارطة الطريق. نعم. إذن تقييمكم بشكل عام لموقف الأحزاب، يعني لماذا لو تساءلنا فقط أحزاب تعز هي من تصدر مثل هذا البيان؟ أين أحزاب الجمهورية بشكل عام؟ أين يعني هذه المكونات بشكلها الرئيسي حتى يعني تصبح أحزاب تعز منفردة بمثل هكذا بيان أو اعتراض؟ بالنسبة لأحزاب تعز هي طبعا فروع نشطة ومن أكثر فروع الأحزاب نشاطا، وأحزاب تعز عندما تطلق موقف بهذا المستوى هو موقف يتمثل تماما الخط السياسي العام لهذه الأحزاب، ولولا ذلك ما صدر مثل هذا الموقف لو لم يكن يتمثل الخط السياسي العام للأحزاب التي يمثلونها في فرع تعز. ناهيك أن هذا الموقف أيضا هو يعكس تطور لا مركزي في أداء الأحزاب، وهناك ظروف أفضل ربما سمحت للفروع أن تطلق هذا الموقف. ما يؤخر الأحزاب عن إصدار موقف قد يكون لأسباب لوجستية، وربما يكون على انتظار أن يحدث تراجع من المجلس الرئاسي والعودة لحوار ونقاش في إطار المكونات السياسية والمدنية قبل الاستمرار والمضي في خارطة لا يعرف عنها اليمنيين وتعبيراتهم السياسية والمدنية والشعبية. نعم. لو تساءلت دكتور يحيى حول تأثير هذه التسوية بهذه الصيغة الغامضة على مستقبل اليمنيين سواء على المدى القريب أو البعيد، ماذا سيكون؟ نعم، أي تسوية تكون بهذه البداية فإنها تكون في نهايتها مرشحة لاحتمالات كثيرة. نحن نتحدث عن تسوية لإيجاد مخرج ل10 سنوات من الحروب. هناك حيثيات يجب أن تكون موجودة، هناك قضايا كثيرة متعلقة بهذا الأمر، وبالتالي أنا أقول بأن هناك مآلات ليس على مستوى اليمن فقط إنما على المنطقة برمتها. العالم اليوم يعيش حالة من الغليان على مستوى العام، وهذه الفروع أو ما إذا جاز التعبير نقول هذه المنطقة من الموقع الجغرافي للمنطقة فإنها بحاجة إلى حلول جذرية. يجب أن يكون هناك جدية حقيقية في مسألة الحلول التي يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة، وأن تكون بشفافية مطلقة، وأن تمثل فيها القوى. أنا آسف جدا أن يكون الأحزاب بهذه الهشاشة. نحن اليوم نعول على من مثلا، يعني إذا كان موقف المواطن العادي متقدم بعشرات المرات على الأحزاب، أين ذهبت هذه الأحزاب؟ من منعها؟ من كمم أفواهها؟ من يمنعها من أن تقول كلمتها؟ اليوم على استحياء يخرج هذا البيان من محافظة تعز، وهي محافظة يعني معروفة دائما بمبادرتها وبتكويناتها. هذا يضع علامة استفهام، أين القيادات الحزبية؟ أنا أقول بأن هناك قيادات في الخارج منشغلة ومهتمة بأمورها الشخصية،
وآخر إنجاز لها كان قانون الإعاشة وما سبقه من اتفاق السلم والشراكة. وهناك أحزاب على أرض الواقع، وهؤلاء هم الذين يعيشون أوجاع اليمن ويمثلون الواقع اليمني والمخرج. اليمنيون بحاجة اليوم إلى من يتحدث باسم. كانوا يعول على الأحزاب أن تكون حاضرة في هذه اللحظة بالذات، لكن للأسف شديد تخلوا عنها. وبالتالي أنا أقول أي حلول سيكون أول ضحاياها. الأحزاب يجب أن تكون في المقدمة، يجب أن تكون ممثلة عن اليمنيين، أن تمثل هذه القواعد المرابطة والقواعد التي ضحت بكل شيء. كان ينبغي أن يكونوا موجودون لأن يكون لهم وجود في الواقع، لكن للأسف شديد المآلات لن تكون فردية، ولن يكون الشعب أن يكون الموجودون هنا في الداخل هم الضحايا لمآلاتها الكارثية. من عطل دور الأحزاب دكتور يحيى؟ ولا تكون نعم، من عطل دور الأحزاب حتى جعلها تبدو وكأنها خارج الخدمة؟ أنا أقول بأن نعم، أنا أقول وهذا مبدئي وفلسفتي أن عدو اليمنيين أنفسهم بالبداية، بأنفسهم هم أعداء أنفسهم، هم من عطلوا أنفسهم، وهم من أفقدوا هذا الكيان، هذه الكيانات ألقها وكلمتها وقوتها أفقدوها هم. لأن الركون حينما يقدم الإنسان مصلحته الشخصية على مبادئه وعلى وطنه وعلى مستقبله يهون أمام الناس. عندما تشكل الأحزاب اليوم على بين الحين والآخر وتبرز هنا وهناك تصريحات لأنين بصمت، من يريدون أن يتحدث عنهم؟ مثلا الباعة، مثلا المواطنون المزارعون مثلا يتصدرون المشهد. هؤلاء هم الذين أفقدوا أنفسهم هذه المكانة وأفقدوا أنفسهم هذه القوة، وبالتالي هم أعداء أنفسهم. الآخر لا يتجرأ أبدا. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلامه. نعم، إذن أستاذ باسم، يتساءل الدكتور يحيى وهو سؤال كثير من اليمنيين أن الأحزاب لم تعد حاضرة في المشهد كما يفترض وكما ينبغي لها أن تكون، ويقول بأن أي حلول ستكون قادمة ستكون هي في مقدمة الضحايا لأي تسوية قادمة. ففعلا يعني دعني أسألك أيضا، ما هو دور الأحزاب الذي كان يجب أن يكون عوضا عن إصدار بيان هنا أو هناك، وحتى بيانات متفرقة، بيانات أحزاب تعز، بيانات أحزاب كذا، الحزب الفلاني، يعني لم تعد هناك هذه الأحزاب التي هي الحامل السياسي وتعرف تماما ما الذي يعني ثقلها على المشهد. لماذا يعني خيبت آمال الناس بدورها هذه الفترة؟ أولا عندما نذهب لتقييم الأحزاب وأدائها ودورها، لابد أن نقارب هذا الأمر بشيء من الموضوعية. ما حدث من انقلاب ميليشياوي ومع تدخل خارجي مسلح أنتج ميليشيات في إطار الجغرافيا الشرعية، هذه الحالة مع إطالة أمد الحرب من الطبيعي أن يترتب عليها إضعاف الأحزاب والتعبيرات المدنية. وإطالة أمد الحرب بهذه الصورة العبثية إحدى أهدافه الإماتة البطيئة والتدريجية للأحزاب السياسية وكل المكونات المدنية والتعبيرات الشبابية والنسوية، لأن المرور نحو ترسيم يمن طائفي مؤقلم يعيش حالة من التشظي والضعف وتعدد السلطات وتناسل الميليشيات، لا يمكن أن واستباحة مقدرات البلد. واليمن معروف أنها تدفع ثمن جغرافيتها، وفيها يعني الكثير من المصالح الحيوية التي تجعل العالم الاستعماري محل تنافس على البلد مثل اليمن. والطريق المرور نحو وضع مثل هذه المشاريع يقوم على أساس إضعاف الأحزاب وتذويبها وإنهائها. وما حدث مؤخرا
ضمن سلسلة من جولات المفاوضات كنا نلحظ أنه كل يوم يتم أو في كل جولة من المفاوضات يتم إقصاء وتهميش للتعبيرات السياسية. هذه المرة هناك يعني تصعيد متقدم لإلغاء هذه المكونات، وهذا يعني يتداخل أو يلتقي مع إرادات محلية ميليشاوية ليس لها مصلحة من إقامة الدولة، وبالتالي لابد من ضرب وإنهاء الروافع المدنية للدولة الوطنية. كما يلتقي هذا أيضا مع رغبة إقليمية ودولية، وليس جديد يعني علينا ما حصل خلال العقدين الماضيين على الأقل، ما حدث في العراق، ما حدث في ليبيا، ما حدث في كثير من البلدان. هناك يعني سياسة محكمة لتخصيب هذه البلدان بالعنف والميليشيات والجماعات الدينية بطابعها المفتعل، سواء كان سني أو شيعي. فالأحزاب هل ستقبل الأحزاب أن تهمش بهذا الشكل أو تلغى حسب رؤيتك؟ أنا أقول أن الأحزاب في حالة دفاع، الأحزاب يعني تواجه هذه الصعوبات والتعقيدات وحملة تجريف لها من قبل إرادات محلية وإقليمية ودولية، وبالتالي هذا يتطلب أن يرفعوا الحزبيين من أدائهم الكفاحي ويضاعفوا من قدراتهم دفاعا عن الوطن من خلال هذه، أولا من خلال بقاء وفاعلية هذه الأحزاب بأدوارها. لكن لا نستطيع أيضا أن نتجاهل أدوار للأحزاب. عندما نتحدث على مرجعيات، صاغت هذه المرجعيات هي الأحزاب السياسية. ما تبقى من هامش للعمل السياسي ومن عمل سياسي، هذا العمل يعني يأتي بصعوبات كبيرة وجمة، لكن بالمجمل مهم أن نتفهم السياقات اللي تجعل الأحزاب في وضع صعب، لكن ما زالت الأحزاب هي التي تمثل المشروعية التاريخية، هي تمثل المشروعية القانونية، هي التعبير العابر للهويات المحلية، وهي المكونات التي تحافظ اليوم على الهوية الوطنية الجامعة. وأثق أنه بنضالة الأحزاب والتعبيرات المدنية سنستعيد وطننا بهويته الوطنية الجامعة. وليس هناك أدوات مؤهلة لاستعادة وطن يضيع ويتهاوى إلا من خلال الأحزاب السياسية والتكوينات المدنية. نعم دكتور يحيى، هل يمكن أن يساهم المجلس الرئاسي في دعم التسوية ومنحها الغطاء الشرعي بشكل قد يضيع حق اليمنيين؟ نعم، المجلس الثمانية، هذا المجلس هو برغم كل ما يدور ويحدث، لكن لا يزال هو الهيئة الجامعة لهذا التشرذم الموجود في مواجهة مشروع يريد أن يلغي كل شيء. وبالتالي أنا أقول هذا المجلس اليوم مطالب بأن يكون عنده مستوى التحديات. هذا المجلس مشكلته أنه بدأ منقسما، هناك رؤوس كثيرة وشاكسة، وإذا لم يكن هناك تحمل حقيقي واستشعار حقيقي لما يجري في اليمن، فإنهم إما أن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه أو أن يخرجوا من أضيق الأبواب. وبالتالي المطلوب منهم لا نريد منهم كثيرا أن يضحوا بكل شيء، لكن نقول بأن هناك قضايا يجب أن ترحل، هناك مصالح أو مشاريع يجب أن يبقى الحديث حولها بعد أن يحدث المهمة، أن تتم المهمة الكبرى وهي استعادة الدولة
ويعني إقامة الحكم الحقيقي في هذا البلد، ومن ثم يتم الحديث عن الجزئيات، يتم الحديث فيما يخص شقائنا في إخواننا وفي الجنوب، وأيضا كل المشاريع يعني ستدرس في إطار الحلول البينية الداخلية. يجب أن يكونوا عند هذا المستوى، ما لم فإن إلى الآن التقييم إلى الآن الشعب اليمني يشعر بأنهم يعيشون خارج المنظومة، وأنهم لا يعكسون نبض الشارع ولا يعكسون حاجة اليمنيين المصرة. هم يتحركون بأريحية، وأيضا تخرج إلى العلن أحيانا التباينات الموجودة والاعتكافات هنا وهناك والمصالح الخاصة تطغى، وبالتالي نقول بأنه هذا العدد فعلا هو معيق، ولكن عندما تغلب المصلحة العامة وتكون مصلحة اليمن في مقدمة كل شيء، فإنهم يستطيعون احتراما لدماء الشهداء، احتراما للتضحيات ل10 سنوات، احتراما لهذا الشعب الذي رحب بهم في بداية انطلاقهم. وبالتالي نقول لهم بأن قفوا على ما أنجزتم حتى اليوم، هل يرضيكم هذا الأداء وهل يرضيكم ما أنجزتم؟ إن كان طيبا فأنتم في خير، وإن كان غير ذلك فإنكم على شفاء الموت، فلا تختموا حياتكم بنفاق أو بتسليم مجاني لهذا الشعب. نعم. إذن برأيك أنت أستاذ باسم، يعني أين تكمن المشكلة الحقيقية في أي مشاورات أو مفاوضات يمنية، سواء بتدخل إقليمي أو لا؟ الصوت. نعم، أود تسمعني الآن؟ لا. أعيد السؤال. نعم، أين تكمن المشكلة؟ نعم، أين تكمن المشكلة في المشاورات اليمنية؟ هل يعني في التدخل الإقليمي أم في غيره أم في اليمنيين أنفسهم؟ الحقيقة أنه الإشكال الأولي يتعلق باليمنيين أنفسهم. بالنسبة للتدخل الإقليمي ممكن أن يكون إيجابي ويخدم عملية سلام حقيقي، وممكن أن يكون سلبي. اليمنيين هم من يحددوا ذلك. المؤسف أنه هناك واحدة من الملفات المهمة التي لم يتم الوقوف أمامها ومراجعتها بشكل جاد وصادق وشجاع، ومنها طبيعة العلاقة مع الإقليم، بما يجعل هذه العلاقة تعزز الشراكة والندية والعمل أو المشاريع الاقتصادية المشتركة والأمنية وغيره. هذا الملف استمر تجاهله حتى يعني وجد اليمنيين أنفسهم وكلاء لأطراف إقليمية ودولية. فالمجلس الرئاسي عمليا منذ تشكيله كان أمام امتحان صعب وأمام عدد من الملفات صحيح صعبة، لكن كان بالضرورة يجب إنجازها، كون إنجازها يمثل شرط لشروط متكافئة تفضي إلى عملية سلام حقيقي. لن تنجز هذه الملفات للأسف، منها ما يتعلق بالمكونات العسكرية والأمنية والدعم الإقليمي المالي المتدفق لهذه الجماعات كان مؤثر وربما سبب رئيسي في عدم إعادة بناء هذه المكونات، والتي تحولت إلى سلطات أمر واقع كل في مساحته الجغرافية. لن يستطيع، وترتب على هذا عدم قدرة الشرعية على تحصيل الموارد وتوجيهها للجانب الخدمي والبنية التحتية وسائر احتياجات الناس الأولوية والأساسية. مؤخرا الذهاب لمثل هذه المفاوضات، مفاوضات لن يشارك حتى المجلس الرئاسي منفردا بتحديد محتوياتها، إلى جانب
أنه يضع نفسه في ظل فشله في إنجاز عدد من الملفات المذكورة سلفا، لن يذهب لصياغة إطار تفاوضي مع مختلف المكونات السياسية. الأمر اللي يضعه أمام أزمة ثقة مع القوى السياسية والمدنية أساس مشروعيته السياسية، وأيضا أمام مشروعيته الشعبية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ باسم الحاج، سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي في تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. الشكر الجزيل لك أيضا دكتور يحيى الأحمدي الباحث السياسي والأكاديمي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.